يعني طبعا معروف من وقت اللي استلم أردوغان الحكم بتركيا طموحه يصير السلطان، يعني يرجع يصير السلطان العثماني. أول أعماله الإجرامية كانت ضرب شمال وشرق سوريا وضرب الوحدة بين المكونات الكردية والعربية السريانية الآشورية وغيرها من الشعوب اللي قدروا أسسوا إدارة ذاتية ديمقراطية وعطوا نموذج بتنقية الذاكرة وبالعيش المشترك الحقيقي وأخوة الشعوب عبر إنشاء إدارة ذاتية وقوات عسكرية حاربت الإرهاب اللي كان عم بيصدرهم على المنطقة أردوغان لزعزعة استقرارها وضرب الشعوب والسيطرة عليها بسهولة تامة من سوريا إلى شمال العراق إلى ليبيا إلى أي دولة قادر يوصل. ولكن اليوم أردوغان بصمود الشعوب وأخوتهم مشروعه فشل. اليوم بالذات عم بيحاول يضغط على الناتو، عنده شروط تقدر تدخل السويد وفنلندا على الناتو، عم بياخد موافقة للهجوم على شمال شرق سوريا ليرجع يعمل شريط هو بيسميه أمني ولكن هو شريط إرهابي لتصدير جماعاته الإرهابية والمرتبطين فيه اللي هن ضد أخوة الشعوب وضد الاعتراف بالآخر ليسيطروا ويرجع تسقط منطقة شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية بإيد الإرهاب والتعصب. طبعا نحن كشعوب عديدة ما رح نرضى. اليوم كلنا سوا متضامنين وخاصة بهذا المؤتمر اللي عم يدعي أكثر لأخوة الشعوب والعيش المشترك بين كل المكونات الدينية والإثنية. رح نكفي هيك، رح نواجه أردوغان وغير أردوغان، لأنه اليوم في كمان إيران عم بتحاول كمان تنشر ميليشياتها بالمنطقة وتتدخل بأمن الدول وهن يتكاملوا. الفكر الأردوغاني والفكر الإيراني هن اثنيناتهم بدهم يعيدوا إمبراطوريات انتهى زمنها ويرجعوا يعيدوا شعوب المنطقة للعبودية. هذا ما رح نرضى فيه. دائما نحن بنوصل رسالة للحكومة العراقية ببغداد وبإقليم كردستان أنه تأخذ هالتعديات بجدية، التعديات الكردية التركية وخاصة على قرى شعبنا الآشوري بشمال العراق بحجة أنه عم بيقوا الإرهابيين. ما حدا إرهابي غير نظام أردوغان، هو اللي عم بيقتل البشر وعم بيقتل الأطفال والنساء، عم بيستحل الأراضي. نحن آمنين بقرانا، ما في إرهابي غيره. فبنطلب من الحكومة العراقية أنه تاخذ موقف صارم والدين هالتعديات. ونحن اليوم كشعب سرياني آشوري رح نضغط دوليا بعلاقاتنا لحتى تقدر الدولة العراقية تاخذ قرار بهيدا الشيء، وإلا يعتبر تواطؤ.